السلام عليكم. اللوج فانكشن من الفانكشنز المهمة عندنا جدا في الشغل بتاع ال AI. ليها شوية properties، هي دي ان شاء الله اللي هركز عليها، اللي هي related اكتر للشغل بتاع ال AI وشغل ال data science. لو بصيت على اللوج فانكشن، هي ببساطة لو دخلت على حاجة زي variable مثلا زي x، فهي بمنتهى البساطة عندها بيز معين وفي exponent اللي هو يعتبر الباور. لما بتيجي تقرا اللوج بتقراها بان انت بتاخد ال b to the power of the exponent، هيديك الاكس. يعني الاكس بالرغم ان هي مكتوبة في الحتة دهيت، فهي بتعتبر النتيجة بتاعة اللوج. فانا هفك الكلام ده b to the power of y تطلع لي x. ولذلك لو فكرت فيها بقى هتلاقي ان e to the power of infinity، فانا لو حطيت هنا البيز بتاعي كان e، وتاني e هو مجرد رقم زي ما شفنا قبل كده، وشفنا ليه شوية properties في الفيديوز بتاعة النورمال distribution. فانا لو اخدت e to the power of infinity ده هيطلع لي infinity. وانا ركزت في الحتة دي علشان نشوف ايه اللي هيحصل لو انا مشيت لحد infinity في الواي وفي الاكس، فساعتها infinity هتدي infinity، فده معناه ان الفانكشن دي عالية قوي في الآخر، infinity بتدي infinity. طيب e to the power of minus infinity، وتاني تاخد بالك ان minus infinity ده هو الواي، هو الاكسبوننت، فده معناه ان الواي وهي minus infinity وهي قليلة جدا تحت، ده هيديني زيرو. فأنا بتكلم في كيرف شكله عامل كده، وفعلا بيكون الكيرف بالشكل ده. طيب تعال نبص بقى ونخش شوية في البروبرتيز بتاعته، وتعالى كمان ندفرنشيت ما بين أشكال مختلفة للبيز. أنا دلوقتي هبص على كذا حاجة، هبص على لوج 2 للأساس 2 ده البيز، والأساس 10، واللن اللي هي الناتشورال لوجاريتم اللي هو للأساس E، لوج E. طيب لو أنا بصيت على الكيرفز دي بقى، هلاقي إن في نقطة هنا بزيرو. النقطة اللي بزيرو دهيت هي الفاليو بتاعت واحد. أنا عايزك فعلا تفكر فيها. أنا لو أخدت لوج وكان الأساس هنا let's say أي حاجة، بس الفاليو بتاعت الواي اللي هو الاكسبوننت كانت بزيرو، ده معناها إن البيز to the power of زيرو، فهو هيديني 1. فهو ده بالظبط اللي حاصل هنا، إن الواي كانت بزيرو، الواي هنا كانت بزيرو، فادتني 1 لان انا اخدت لوج وهنا بكتب الاكس، فهنا ادتني الريزلت بتاعتي كانت ب1. ولذلك هتلاقي ان البيز وهو بيختلف كده كده هنا 0 وكده كده هنا 1، ودي نقطة تقاطع ما بين كل الفانكشنز دي، كذا بيز مختلف. طيب هنا بقى هتلاقي ان اللن شكله في النص شوية كده، لان تاني هو اللن مجرد رقم. فهنا الفانكشنز المختلفة دي ليها استخدامات متعددة، ولكن من الفانكشنز اللطيفة اللي بتستخدم كتير قوي هي اللن، اللوج للأساس E. طيب وفي نفس الوقت هتلاقي هنا بقى ان الفاليوز اللي معلم لك عليها دي اللي هي مطلعة 1، ده معناها ايه؟ ده معناها ان الواي بتاعتها هي اللي كانت ب1. الواي بتاعتها ب1 معناه ان هي البيز to the power of 1، فهيطلع لي البيز زي ما هو، e to the power of 1 هيطلع لي e، وهكذا. ولذلك هتلاقي هنا وانا حاطط ده بيز 2، فتلاقي هنا فعلا الفاليو بتاعت الاكس ب 2، وهنا 2.71%، وهنا عند ال 10 هيطلع لي 1 عند ال 10. فده معناه ان انا كل ما كبرت البيز، كل ما هيجي الكيرف بتاعي يتقاطع مع الهوريزونتال لاين اللي انا رسمه ده في الفاليو بتاعت البيز. فانا لو جيت زودت البيز بتاعي عن 10 حتى، هتوقع ان هو ساعتها هيتقاطع مع الواي عند النقطة بتاعت البيز. انا بقول لك الكلام ده عشان تكون حتى متخيل شكل الكيرفز المختلفة دي، وتأثير البيز المختلف اللي انت بتختاره على شكل الفانكشن دي. خلينا نركز اكتر على لوج اي مثلا اللي هو اللن، بسبب استخداماته المتعددة في الابليكيشنز بتاعت الاي اي. لو بصيت على فانكشن لذيذة اللي هي y بتساوي 1 على x، وبصينا على الجزء البوزيتيف بتاعها، الفانكشن عمالة تقل، لان فعلا لو حطيت هنا 1 فهو هيديني 1، لان 1 على 1. وكل ما زودت المقام، كل ما الفاليو بتاعت الكيرف ده عمالة تقل. طيب تعال بص بقى ازاي الفانكشن دي بتريليت للن، اللوج اي. لو انا جيت دلوقتي ومشيت بالبوينتس دي وحسبت الاريا اندر ذا كيرف وانا ماشي بشكل كوميوليتيف، اكني بانتجريت يعني،
وهو حرفيا انتجريشن، هي اريا اندر ذا كيرف. فوانا ماشي بص انا هقف دلوقتي في حته عند 2.71%. ليه واقف عندها؟ لان هي اللين اي الفاليو بتاعتها كانت هنا اللي هي مطلعه 1. فانا لو رسمت الاتنين مع بعض هلاقي حاجه لذيذه قوي. هلاقي ان اللين اكس هي الاريا اندر ذا كيرف. فده معناه عشان اروح من 1 اوفر اكس للين اكس ده معناه ان انا هعمل انتجريشن. وعلشان اعمل العكس بعمل ديريفاتيف. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو اخدت التانجنت بتاعي هنا هلاقي ان الفاليو بتاعته عاليه لان هو بوزيتيف عالي، السلوب بتاعه عالي، وفعلا الفاليو بتاعت الفانكشن هنا عاليه. طيب وهنا على فكره 1 معناه ان هي perfect linear يعتبر relationship. فسبحان الله هي جت كده ان اللاين ده فعلا هيطلع لي الشكل ده. طيب ولو فضلت اللي انت تمشي بالتانجنت ده لانك بتجيب ديريفاتيف، فانت كل شويه السلوب بتاعه عمال يقل 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 لحد ما اولموست بيكون فلات. فده معناه ان الفاليوز المفروض ان هي تبدا تقل تقل تقل، وده فعلا اللي بيحصل هنا، الفاليوز عماله تقل. فدي حاجه لذيذه نرفرش بيها الشغل اللي اخدناه بتاع الانتجريشن والديريفاتيف، وفي نفس الوقت نشوف الريليشن شيب ما بين ln x و 1 over x.